يحكى أن كان في قرية كل أهلها عايشين في رغد ونعيم، وكانوا على الشغل والاستقامة متعودين. لكن بعد مر حبة سنين الناس ابتدوا يتغيروا وما بقوش ماشيين في السليم، وابتدت القرية تبقى فقرية وما فيهاش فلوس والدنيا بقت ضنك عليهم. المهم كان عندهم حكيم في القرية طلعوا عليه وكانوا من الشكايين. قعد يسمع لهم وبعد ما سمعهم لأنه كان فاهمهم قال لهم خلاص ما تقلقوش الحل عندي. أول ما سمعوا الكلمة دي قالوا له ده احنا مشتاقين، نعمل ايه يا حكيم؟ قال لهم ولا حاجة، تعالوا لي بكرة كل واحد في الميدان الكبير ويكون معاه كوباية لبن ومغطيها، وأنا هناك هقول لكم على ايه الحل. بقوا باصين لبعضيهم وهم مستغربين ايه الحل اللي هيجي في كوباية اللبن. المهم جم فعلا تاني يوم قابلوه في الميدان ولقوه واقف في وسط الميدان وحاطط اذان، والاذان كان كبير يكفي الجميع. وقال لهم يلا كل واحد يجيب كوبايه اللبن اللي معاه ويحطها في وسط الاذان. وفعلا كل واحد راح على الاذان وحط الكوبايه اللي معاه وهو مغطيها لان ده كان شرط الحكيم. بعد ما خلصوا كلهم قال لهم طب خلاص اتكلوا انتوا على اشغالكم ونتقابل بعد صلاه العشاء هنا في نفس المكان. راحوا الناس وشافوا اشغالهم وحياتهم، رجعوا لقوا الحكيم. اول ما دخلوا عليه ها يا حكيم ايه الحل؟ قول لنا نجدنا ده احنا مشتاقين. قال لهم بقول لكم ايه، انتوا عندي ملكوش حل. قالوا له ازاي يا حكيم؟ امال كوبايات اللبن اللي جبناها هنعمل بيها ايه؟ ده احنا حطيناها وسمعنا الكلام. قال لهم طب تعالوا. راح رايح وفتح الاذان، وكانت المفاجاه ان كل اللي جوه الاذان كان ميه. بقوا واقفين يبصوا لبعضيهم وهم مستغربين، وفي اللي حط وشه في الارض وكان من الناس المستخبيين. المهم الحكيم راح باصص لهم وقال لهم خلي بالكم من حاجه، احنا المشكله بتاعتنا اللي خلت الحياه تبقى علينا ضنك ان احنا عندنا فقر في الضمير، قله الضمير. من يتقي الله يجعل له مخرجا. كل واحد فيكم بدل ما يجيب كوبايه اللبن حط مكانها ميه وقال لك مش مهم ما انا هحطها وسط اللبن ومش هتبان. احنا اتكلنا على الغش والانانيه ونسينا ان في حاجه اسمها ضمير. لو كل واحد فيكم كان اتقى الله في كل افعاله وفي اشغاله اكيد كان هيبقى حالنا احسن من كده، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بذمتكم القصه بتاعت القريه دي ما بتفكركوش بحاجه؟ ما بتفكركوش بازمه الضمير؟ بالفلاح اللي بيغلي على التاجر والتاجر اللي يغلي على الصنايعي والصنايعي اللي يرمي المشكله على المواطن والمواطن ياكل في اخوه المواطن؟ هي ازمه ضمير. لو كل واحد يعمل اللي عليه ويتقي الله حق تقاه كان الموضوع كده هيتغير عن كده. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل واحد اصيل لسه محتفظ وماسك في الضمير، ويا رب يهدي كل واحد بيستنصح واناني وبيرمي على اللي جنبه ويقول مش مهم، المهم انفد بنفسي. سلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.